بكده اقدر اقول لكم ان تم تقفيل اللعبه بنجاح. هكلمكم عن لاعب لو حبوا يغيروا اسم كره القدم هيغيروها وهيحطوا اسمه بدلها، وهو الليو ميسي، اللي مش عارف اقول عنه ايه ولا ايه، واللي لو فضلت اتكلم عنه وعن تاريخه مش محتاج فيديو ولا اتنين، ده محتاج سلسله كامله من الحلقات علشان اعرف اتكلم عنه وعن تاريخه وعن انجازاته. لكن هقول لك رساله من واحد مدريدي وعاشق للدون كريستيانو رونالدو، وعارف ان بعد الجمله دي هتركز معايا قوي علشان كلامي ده ما فيهوش اي مجامله، لكن مشاعري اني مدريدي لا تتعارض تماما مع اعترافي التام بانك الافضل في التاريخ وعلى مر العصور. وتبقى هي دي المشكلة، علشان ما كنتش اتمنى انك تكون غريمي ومنافسي والكابوس الاكبر لمدة 16 سنة، لان ميسي كان المفروض يكون ملكية عامة لكل عاشق كرة قدم، وانه مش من العدل خالص انه يكون في ميسي واحد بس في عالم كرة القدم، ولا من العدل انه يكون في فريق واحد بس. كان لازم يكون في نسخة من ميسي في كل دوري وفي كل فريق علشان يكون في عدالة كروية ومنافسة شريفة. او لو في ميسي واحد بس في العالم من حق الكل انه يتمتع بمشاهدته وبتشجيعه طبعا كمان. واحب اقول انا مش حزين وميسي بيتوج بكاس العالم، كرة القدم لازم تنصف امثاله وامثال المبدعين في اللعبة. انا اتأثرت بمشهد بكاء كريستيانو رونالدو ومودريتش بعد وداع المونديال اللي ممكن يكون الاخير ليهم، لكن كرة القدم ظهرت عدالتها وابتسمت لشخص وخلته حقق كل حاجة في اللعبة. لكن يا جماعة بقى عايز اقول لكم، هو ميسي كان محتاج ياخد لقب كاس العالم عشان يثبت انه الافضل في تاريخ اللعبة؟ طب لو ما كانش مارتينيز صد ركلات الجزاء، او مثلا فاز منتخب فرنسا بخطأ من اوتاميندي، هل وقتها كان هيتمسح من ميسي لقب الافضل في التاريخ؟ طبعا الرد هيكون لا طبعا. لكن تعال اقول لك اهمية حصول ميسي على لقب كاس العالم. تعرف ان بعد كل الجوائز الفردية اللي خدها ميسي وتحطيمه لاي ارقام، او انه اخد 7 كرة ذهبية، كل ده ملوش اي قيمة عند مشجعين الارجنتين. حتى لو كان واخد 20 كرة ذهبية كان مش بيتقارن بمارادونا في الارجنتين اللي جاب لهم كاس العالم، حتى لو كان بهدف غير شرعي. وقتها من حبهم في مارادونا اصبحت ايد مارادونا الاكثر شهرة ولقبوها بايد الاله. لكن ميسي بعد كل الارقام اللي حققها برضه كان في نظرهم المتخاذل مادام ما جابش كاس العالم. لكن دلوقتي ميسي على عرش كرة القدم وفاز باللقب الوحيد اللي كان بيحلم بيه هو وابناء وطنه. ده حتى بيليه يا سيدي لما حب يهنئ ميسي بحصوله على كاس العالم قال ان فوز ميسي بكاس العالم للمرة الاولى في تاريخه امر كانت مسيرة ميسي الرائعة تستحقه. وانا احب اوجه رسالة لميسي من مكاني هنا، انه الافضل في التاريخ، وانت صاحب المتعة الكروية وصاحب اجمل المراوغات وافضل الاهداف والافضل في كاس العالم، وانت صانع التاريخ الحقيقي. بعد حزن كرة القدم من اجل كريستيانو رونالدو، انت اللي رجعت البسمة لكرة القدم من جديد. بجد كرة القدم تضحك من اجلك. وهنا والأول مرة في التاريخ ستغلق كتب التاريخ، وليكتب كاتب التاريخ آخر سطر من أجلك قبل أن يغلقها بأن ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ اللعبة. ولنغلق كتب التاريخ لحين ظهور أسطورة بحجم وتاريخ وإنجاز ميسي. وحقيقي بجد ده أفضل كاس عالم في التاريخ، والأهم من ده كله أنا محمد أشرف.